السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اتكلمنا في فيديوهات سابقة عن الضبط والإحضار، واتكلمنا إن الضبط والإحضار له مدة، وقلنا إن مدة صلاحيته 6 شهور، واتكلمنا في ثغرات التنفيذ بتاع الضبط والإحضار. يعني لو على ست حامل ما ينفعش أطبق عليها الضبط والإحضار واديها المشرع سنتين كوامل لحد ما اقدر اطبق عليها الضبط والاحضار وانفذه عليها. واتكلمنا برضو ان الضبط والاحضار ما بيختصش بمكان معين، يعني رجل الضبط ممكن يخرج عن الاختصاص المكاني بتاعه طالما ان انا معايا ضبط واحضار لشخص في محافظة معينة واتفاجأت بيه في محافظة تانية، يجوز لي ان انا اقبض عليه بس اسلمه لرجال الضبط المختصين بنفس المكان اللي انا قبضت عليه فيه. وده اللي دعانا ان احنا بنتكلم في الاجراءات اللي دايما وابدا بتعاني منها الناس. النهارده ضابط استصدر اذن من النيابه العامه بناء على تحريات واحد اتصل بيه قال له ان فلان بيتاجر في المواد المخدره او في السلاح، فعمل اذن نيابه وطلع وجاب الشخص ده ووجده متلبس بالشيء اللي هو اتبلغ عنه. ولكن لما جاء يعمل المحضر بتاع التحريات عمل محضر مكتبي بعد ما قبض على الشخص، خده معاه المركز وبدأ يكتب تقرير بالتحريات اللي توصل لها او بالتحريات اللي دفعته للإذن. فكانت التحريات مكتبية من وحي خياله، وده بيدي فرصة للمحامي الشاطر ان بيعمل بطلان في اذن النيابة العامة على اساس مكتبية التحريات. ما انا النهارده ما بتقوليش المصدر السري بتاعك، ما تقوليش ان في سبب للخلاف بينه ولا ما فيش، ان المدة الزمنية كانت كدية. في حاجات معينة في التحريات هي اللي بتكملها، لكن انت مين مصدرك السري ما اقدرش اقول عنه. هل خدت وقتك الكافي؟ ايوه خدت وقت الكافي. انا كمحامي ايه اللي يثبت لي ان انت خدت الوقت الكافي؟ وايه اللي يثبت لي ان مش الراجل اللي بلغك ما يكونش بينه وما بيني انا خصومه فبيدعي عليا بكده؟ فمكتبية التحريات، المعلومة اللي بقولها لك في الفيديو، مكتبية التحريات بتعمل بطلان في إذن النيابة العامة اللي صادر. انتظروني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.